عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي سنة تالتة إعدادي. إن شاء الله أنا يا جماعة استكمالا ليونت 7 الوحدة السابعة يا جماعة إن شاء الله اللي هي أول واحدة في الترم الثاني. هنكمل بإذن الله ليسونز الدروس إن شاء الله الثالث والرابع. طبعا يا شباب الحمد لله احنا خدنا ليس 1 و 2 وإن شاء الله هسيب لك الرابط في صندوق الوصف تحت علشان تقدر تكمل معايا الترم الثاني واحدة بواحدة ودرس بدرس. النهارده يا جماعه ان شاء الله هنقسم الفيديو بتاعنا دوت الخفيف ان شاء الله لاربع حاجات. اول حاجه هناخدها الفوكابلوري اللي هي اهم الكلمات بتاعه الدرسين الثالث والرابع ان شاء الله يا جماعه باذن الله. كمان هناخد الديفينيشنز اللي هي مجموعه التعريفات المهمه، وكمان عشان طبعا جملتين بيجي منهم في الاختيارات. طبعا درس الجرامر كمان ما ننساهوش على الباست سيمبل في الباسيف والاكتيف المجهول والمعلوم. وفي الاخر هنختمها باكسرسايز تمرين خفيف خالص من كتاب المعاصر عشان نقدر نقيم نفسنا باذن الله. طبعا اول حاجه مع الكلمات اهيت، بس بالله عليك الاول اعمل اشتراك وكمان فعل الجرس عشان يوصل لك بقيه المنهج، ويا ريت لو تدعي دعوه حلوه كده في الكومنتات. طبعا هكون مبسوط جدا علشان الحاجات دي يا جماعه بس بجد والله بتبسط الواحد جدا. اول حاجه مع كلمه حفريه او كلمه حفريات حاجه مع ان انت مع بعض يلا كده فوسيل اللي هي معناها حفريات. حاجه مع سبيشس اللي هو نوع او انواع او فصائل. طبعا مع السي اي اي بتناقش يا شباب ماشي. ريموت بمعنى بعيد او نائي، حاجه بعيده كده. تريت دي مع فعل بمعنى يعامل او يتعامل، ودي فعل منتظم اخره اي دي عادي جدا. treated يعني يتعامل في الماضي. honor يعني مالك او صاحب الشيء. deforestation اللي هو التصحر او ازاله الغابات. deforestation اللي هو معناه منخفض. depression زي عندنا كمان منخفض الفيوم يا جماعه مشهور جدا عندنا هنا في مصر. preserved يعني حاجه محفوظه. preserved length اللي معناها حاجة طول بس أفقيا. stubbles اللي معناها اسطبلات الخيول أو البيت بتاع الخيول يا وكامة اللي بيقعدوا فيه. حاجة جميلة جدا. carriage اللي معناها عربية تجرها الخيول أو ممكن عربية قطار. حاجة معناها carriage. whale حاجة معناها اللي هو الحوت زي الوايت ويل والبلو ويل الأزرق والأبيض، عارفين حاجة دي مع مشهورة جدا عندنا. طبعا لايت هاوس المنارة، طبعا مع لايت هاوس زي منارة اسكندرية كده لايت هاوس. وكمان عندك حاجة اسمها ريسيرشر يعني باحث. حاجة دي بالنسبة للكلمات المهمة عندنا في الكي فوكابلوري. لكن بالنسبة بقى تاني حاجة بقى اللي هو اللي هو study these definitions. حاجة الديفينيشنز اللي هي تاني حاجة عندنا اللي هو ادرس هذه التعريفات. تعريفات مهمة جدا يا شباب، زي ما قلنا يا جماعة بيجي منهم جملتين في الاختيارات في الامتحان فمهم جدا اقراهم. أول حاجة species اللي هو معناها نوع أو سلسلة أو فصائل. حاجة طيب تعريف يا مستر بقى بيقول لك a group of animals مجموعة من الحيوانات or plants طبعا of the same kind من نفس النوع. حاجة دي اسمها نوع أو فصيل أو سلالة. species جملة جميلة جدا. deforestation اللي هو معناه ازاله الغابات او تصحر. طيب الديفينيشن بتاعها تعرف ايه يا جماعه؟ طيب بقول لك when all trees لما يكون كل الاشجار in the area are cut down يعني بقطع كل الاشجار اللي في المنطقه ديت او في الغابه دي بيسموها ازاله الغابات او التصحر. تمام قوي. عندك حاجه اسمها carriage اللي هي عربيه تجرها الخيول او ممكن عربيه قطار. تمام. طب تعريف يا مستر دي بقول لك something that people travel in that is pulled by a horse. pulled by يعني تجرها الخيول. عربيه ناس بتسافر منها يا جماعه عربيه حنطور او حتى عربيه قطار يا جماعه بردك الاثنين صح يا شباب. عندك تعريف حلو قوي owner جميل جدا. owner يعني مالك او صاحب الشيء. طيب الديفينيشن دي ايه يا جماعه؟ بيقول لك the owner of an animal is a person who has put it مثلا مالك حيوان او هو الشخص اللي بيمتلكه او بيكون شاري هذا الحيوان. حيوان زي مثلا عندك حصان حاجه هقول لك ذا اونر وكده. stable اللي هو الاسطبل اصلا يا جماعه اللي هو الخيول يعني. طب تعريفه a building where people keep horses. حيوان هو المبنى او المكان اللي الناس بتربي فيه الخيول وكده. حيوان اللي هو بيت الخيول. stables. treat فعل جميل جدا. treat يا جماعه طبعا ودي فعل منتظم عادي جدا. treated يتعامل
أو يعامل. if you treat someone well you are nice to them. لو انت مثلا بتعامل شخص كويس فمعنى كده انت بتعامله بطريقه كويسه، دي اسمها ايه؟ treat يا جماعه، والاسم بتاعها اسمها treatment، المعامله. كلمه جميله برضه جدا. destroy يدمر، destroy يدمر يا جماعه او يبوظ الدنيا خالص، وعكسها طبعا كلمه save. تعرفها damage something so badly that you can't repair it. حاجه بتبوظها خالص لدرجه ان انت ما تقدرش ايه تصلحها او تقوم باصلاحها. يا جماعه دي اسمها ايه؟ يدمر او يتلف. endangered، جميله جدا يا جماعه، دي الصفه حلو قوي، معناها معرض للخطر، ولكن put in a dangerous situation بمعنى اللي هو موقفه خطر جدا او في خطر او يعرض حتى للانقراض. يا جماعه زي ما ايه كلمه حلوه قوي يا جماعه اسمها معرض للخطر او للموت. length يا جماعه length اللي معناها طول بس حاجه افقيا. تعرف يا مستر ديت؟ قال لك ايه؟ how long something is. how long بتقول لك على قد ايه الطول هذا الشيء. يا جماعه الطول بتاعه حاجه افقيا يا شباب اسمها length. preserved يا جماعه من ضمن التعريفات اللي احنا خدناها من شويه يا جماعه برضك وقراناها مع بعض، اللي معناه محفوظ وكده. معناه ايه؟ keep safe from being damaged، حاجه تحفظها من التلف او الدمار. حاجه keep safe، خد بالك منها جميله جدا. keep safe keep safe بيساوي حاجه اسمها ايه؟ preserved. حلو قوي. remote اللي معناه بعيد او نائي، حاجه بعيد خالص. طب تعرف ايه؟ very far from somewhere. very far from somewhere يعني حاجه بعيده عن مكان ما. طب depression اللي هي منخفض. يا جماعه زي ما قلت من شويه يا جماعه منخفض الفيوم عندنا مشهور جدا اللي فيه شلالات طبعا الريان والحاجات دي، وادي الريان وكده. the land that is below the area around it. يا جماعه معنى حاجه منخفضه عن اللي ايه؟ عن المنطقه اللي حواليها، حاجه منخفضه من اسمها اصلا يا جماعه سهله جدا. depression. طب فاصل بقى اللي هو معناه حفريات، ليه اول كلمه قراناها يا جماعه في الجدول اللي فات. فاصل حفريات معناه ايه؟ the remains of animals or plants that lived in the past، يعني هي البقايا للحيوانات او النباتات اللي كانت عايشه ايام زمان طبعا on earth على كوكب الارض. يا جماعه طبعا الحاجات دي حتى بتتعمل في حاجه اسمها fossil fuels. fossil fuel اللي هو الوقود الحفري يا جماعه اللي عارفينه طبعا، البترول والغاز والحاجات ديت والفحم والكول، كل دي من هذه البقايا. جميل قوي. طيب ايه السؤال اللي بعد يا جماعه؟ حلو قوي، حاجه اسمها synonyms and antonyms، المترادفات والمضادات. حما الكلمه اللي يساويها والكلمه عكسها مهمه قوي يا جماعه، طبعا بتيجي بره جملتين في الاختيارات، مهمه قوي. عندك كلمه اسمها unkind يعني قاسي. طيب بتساوي يا مستر بقى السينونيم بتاعها cruel يعني حاجه قاسيه جدا او حاجه يعني ايه صعب المعامله وغليظ وكده. وطبعا الانتينم عكسها او الاوبزيت kind يعني طيب. unkind وkind سهل قوي يا شباب. hard طبعا يعني صعب. طب السينونيم بتاعها ايه؟ difficult دي بتساوي يا جماعه. طب عكسها طبعا الانتينم easy طبعا hard عكسها easy صعب وسهل. حلو قوي. terrible يعني حاجة فظيعة أو حاجة شنيعة جدا. terrible. طب السينونيم بتاعها very bad أو awful. حاجة very bad حاجة سيئة جدا. طبعا يا جماعة الانتينم amazing يعني حاجة مدهشة جدا amazing عكسها terrible. warm يعني حاجة دافئة. حاجة اللي بتساوي يا جماعة حاجة اسمها quite hot يعني إلى حد ما دافي شوية. طب عكسها بقى المعتدل البرودة اسمها cool سهل قوي. wet معنى مبتل. اللي بتساويها rainy اللي هو ايه السينونيم بتاعها ايه؟ rainy. اما الانتينم عكسها dry يعني جاف او حاجه ناشفه وكده. surprise يعني يدهش او يفاجئ، كلمه جميله. طيب الفعل بتاعها يا جماعه عكسها ايه؟ او بتساويها amaze بيساوي surprise، لكن عكسها expect يعني حاجه متوقعه، يتفاجئ بحاجه التاني متوقعها. find out طبعا فعل قديم قوي يا جماعه يكتشف. السنة بتاعها المرادف اسمها discover يعني يكتشف حاجة. طب الانتينم بتاعها والاوبزيت hide او ignore يعني يتجاهل او ايه يخبئ شخص او يخبئ شيء. in danger يعني معرض للخطر، بتساوي
in danger بس هنا بالاي يعني او unsafe. طب الانتينم بتاعها عكسها يا جماعه، طبعا عكسها ايه؟ safe طبعا. unsafe عكسها safe او protected معناها امن او محمي. كلمه جميله. اخر صفه عندنا يا جماعه او لسه كمان صفتين وقت حاجه اسمها famous. famous طبعا مع مشهور بتساوي well known او popular. well known او popular يعني حاجه مشهوره جدا. طب عكسها ايه بقى؟ unknown يعني حاجه غير معروفه او مجهوله حاجه معاها. وكمان حاجه اسمها unpopular او حتى infamous. جميله. lucky محفوظ حاجه معاها محظوظ. يقول لك يا ابن المحظوظه. طبعا بتساوي حاجه اسمها fortunate. fortunate يعني محظوظ، لكن عكسها يا جماعه الاوبزيت بقى بتاعها او الانتينم unlucky او unfortunate. اخر كلمه يا جماعه ودي طبعا قديمه خالص يا جماعه خدناها كتير قوي، كلمه قديم او عتيق ancient. طبعا السي اي اي بطاقه شين زي ما كلمه spacious خدناها يا جماعه في الجزء الاولاني بتساوي very old يعني قديم جدا. وطبعا عكسها modern او حتى new اللي هو الجديد او حديث. يا جماعه حاجات مهمه جدا بيجي منهم جملتين في الاختيارات يا بطل زي ما انت اهو يا جماعه. جملتين اختيارات، جملتين ديفينيشن وجملتين على الانتينم والسينم، وكمان الاخر حاجه بقى البرفكس والسافكس اللي هي معناها مقاطع البادئه والناهيه برضك بيجي عملها جملتين. يا جماعه دي بالنسبه للست اختيارات. اول حاجه ال واي. يا جماعه ال واي ديت بتقول لك ايه بقى؟ بتكون الظرف من الصفه. بنجيب الادفيرب يا جماعه اللي هو ادفيرب من الادجكتيف زي مثلا quickly slowly quietly loudly happily. يا جماعه تمام سهل قوي. طب اليو ان عشان تعطي عكس المعنى خدناه في الترم الاولاني كتير جدا يا جماعه. فاكرين طبعا كلمه happy و unhappy، عندك كلمه kind وكمان unkind يا جماعه، وعندك happy و unhappy healthy و unhealthy يا جماعه. طبعا قاعده سهله قوي يا جماعه بتيجي عكس الكلمه على طول. حرف الواي دي يا جماعه عشان بقول لك ايه؟ تحول الاسم الى صفه عشان نحول النون الى adjective صفه. زي مثلا مستر ايه؟ ركز فيها يا جماعه كده. محظوظ اسمها lucky وهيلثي. شوف كل اخر واي. ويندي عاصف او شديد الرياح. ريني اللي معناها ايه؟ ممطر. وصاني كمان معاني. فوجي كثير الضباب او الشبوره. دي بالنسبه ايه للصفه اللي هيجيبناها ايه؟ حطينا اخرها طبعا واي عشان تحول ايه من اسم الى صفه. جميل جدا جدا يا جماعه. دلوقتي بقى مع فقره بقى ايه؟ الجريمر ان شاء الله الا وهي الباست سمبل الماضي البسيط. طب يا ترى النهارده ايه مستر بقى؟ يا جماعه طبعا كنا خدنا الحصه اللي فاتت البريزنت في الاكتف والباسيف. النهارده بقى ناخد ايه؟ الباست سمبل اللي هو معناه الماضي البسيط في المبني للمعلوم وكمان المبني للمجهول يا بطل. اكتف اند باسيف. الكلام دي معناه مستر ايه؟ طيب نشوف معاك كده امثله علشان ناخدها واحده واحده ومش هسيبك ان شاء الله ما افهمك خالص مالص ازاي بنعملها. شوف يا جماعه قلت ايه مثلا؟ مثال جراهام بيل انفنتد ذا تليفون. يا جماعه جراهام بيل اخترع التليفون. الجمله معاها دي بيسموها جمله اكتف. اكتف يعني جمله نشيطه او جمله مبني المعلوم. طب نشيطه ازاي يا مستر؟ عشان اركانها كلها موجوده. ازاي؟ يعني مثلا عندك ايه؟ جراهام بيل دي ايه؟ فاعل صح؟ تمام اهو جراهام بيل فاعل. وعندك انفنتد حماه دي طبعا فعل اخره اي دي يعني ماضي، فعل في الباست في الماضي. وعندك ذا تليفون التليفون ده عباره عن مفعول اهو فاعل وفعل مفعول. دي بنسميها جمله اكتف يعني جمله من معلوم او نشيطه عشان كلها اركانها موجوده. طب ازاي احولها للباسيف بقى يا مستر بقى؟ للمجهول ازاي؟ شوف يا معلم بقى الخطوات احفظ معايا. اول حاجه ابدا بالاوبجكت المفعول اللي هو التليفون ماشي اللي بعد الفعل على طول. وبعد كده على طول هحط فيرب اما واز لاما وير. معاه واز لما يكون مثلا المفعول مفرد ووير لو كان المفعول عندك جامعه. طبعا هنا التليفون مفرد يبقى واز. طب بعد الوز او وير يا مستر نعمل ايه؟ هنحط الباست بارتيسيبل التصريف الثالث الفعل اللي عندي انفنتد. طبعا دي فعل منتظم اخره اي دي عادي جدا. وفي الاخر اكتب بقى الفاعل في اخر الجمله اللي هو جراهام بيل، لكن الافضل نحط قبله باي مسبوق بكلمه باي بمعنى بواسطه. احفظها مقومه قوي. مفعول وبعدين واز او وير والتصريف الثالث وبعدين باي والسبجكت باي والفاعل. طب نحاول يلا يا بطل كده مع بعض كده. اول حاجه المفعول عندي من هنا اللي هو ذا تليفون التليفون تمام. وبعدين احط واز او وير اكيد واز يا مستر عشان مفرد تليفون مفرد. وبعدين التصريف الثالث للفعل انفنتد فعل منتظم عادي جدا اي دي. طب وجراهام بيل حطه في الاخر خالص لكن قبله ايه؟
كلمة باي بواسطة جراهام بيل، يبقى ايه؟ التليفون اخترع بواسطة جراهام بيل. طب جملة مع اصحابنا الشطار كده ويحلها يبقى شاطر. A lot of houses destroyed in Turkey last week. كثيرا من المنازل دمرت في تركيا الاسبوع اللي فات. طبعا ربنا يحفظنا يا رب كده، وربنا يرحم يا رب موتانا موتهم جميعا. هاي معاه الشاطر اللي يحل الجمله دي يا جماعه ديت ويكتبها ان شاء الله في التعليقات وانا هرد عليه باذن الله. هاي معاه جمله مهمه قوي، ركز عليها يا بطل. اهي حلها يلا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. طب اكسرسايز يا جماعه مع بعض اهو ان شاء الله من كتاب المعاصر، بس بالله عليك ما تنساش طبعا اعمل اشتراك وفعل الجرس يا بطل علشان يوصلك بقيه المنهج، وهكون معاك واحده واحده ان شاء الله. التمرين يا سيدي بقى بيقول ايه بقى؟ بيقول complete اللي هو يا جماعه السؤال طبعا التصويب اهوت sentence with a correct from the words in practice، يعني اكمل يا جماعه الشكل الصحيح في الكلمه اللي بين اقواس. يا جماعه التمرين ده يا جماعه موجود عندنا ان شاء الله في كتاب المعاصر، واحده واحده يا بطل كده وعلى بركه الله. رقم واحد اهي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول ايه؟ a list of a new 7 wonders is made in 2007. يا جماعه دي في الاقصر 2022. يا جماعه دي لسه يا جماعه مفرد، ما ينفعش اقول طبعا از وعندك اصلا هنا زمن ماضي 2007 يعني حاجه في الباست. يا جماعه بدل از هتبقى واز. يا جماعه وكمان عندك كلمه ميد التصريف الثالث ميك. يا جماعه مهم قوي was aware والتصريف الثالث دي ايه الفكره بتاعت درس النهارده was aware والتصريف الثالث. عندك تاني جمله my house built around 2000. يا جماعه دي في الجيزه السنه اللي فاتت. طبعا عندك ماي هاوس دي مفعول، وعندك بيلت بني البيت بتاعي بني دي في الماضي. يا جماعه وعندك بيت طبعا مفرد اكيد يا جماعه يبقى was built was، وكلمه built دي الماضي او التصريف الثالث كلمه built. يا جماعه بالبيت بتاعي بني في 2020. يا جماعه دي طبعا ايه جمله في الباست سمبل في الباسيف. حلو قوي. الجمله دي مع موجوده عندك في الورك بوك ان شاء الله. بقول لك ايه these pictures were painting by her daughters، يعني الصور دي اتلونت او تم تلوينها بواسطه ايه ابنائها. هاي معاه او بناته. طب عندك هنا وير موجوده اهيت وعندك بينتنج اي ان جي ينفع؟ طبعا لا يا جماعه قلنا ايه was aware والتصريف الثالث مش الفعل اي ان جي، فده نقول ايه بينتنج تبقى بنتد. ده يا جماعه فعل منتظم اي دي. رقم 4 ذات ليك هذه البحيرة فورم شكلت معاه 100 of years ago by volcano. دي جت في الفيوم 2000 السنة اللي فاتت يا جماعة 2022. طبعا أكيد هنا بحيرة طبعا هنا أوبجي مفعول، لكن ناقصة إيه الواز أو وير والتصريف الثالث تبقى اسمها was formed. التصريف التالي كلمة فورم فعل منتظم formed تمام was formed يعني شكلت. هذه البحيرة شكلت منذ مئات السنين عن طريق البركان. 5 حاجة موجودة في عندك في الورك بوك. يقول لك ايه في كتاب الوزارة we don't know the stones from pyramids carried to Giza. ما نعرفش ازاي الاحجار بتاع الاهرامات نقلت الى الجيزة. حاجة طبعا احجار دي جامعة هنحط was او وير يا مستر. ايوه صح، بس هنحط هنا وير هنا علشان خاطر هنا طبعا هنا جامعة عشان هنا stones كلمة جامعة نحط ايه were carried فعل يا جماعة منتظم بردك was او وير. طيب نمبر 6 هاي معاه along ago camels called ships of desert by some people. ايام زمان الناس كانت بتسمي طبعا الجمل سفينة الصحراء. طبعا يا جماعه الجمال بردك خد بالك ديت عباره عن مفعول عشان طبعا الجمال مش هتسمي نفسها يعني اكيد هتبقى اسمها were called were عشان هي الجمال جمع وكيب كول بقت called اي دي. هاي معاه تصريف ثالث كلمه كول فعل منتظم. شايفين يا جماعه الموضوع سهل جدا، كل عمليه ايه was او were والتصريف الثالث. كل دي الفكره كلها يا جماعه في درس النهارده. نمبر 7 we don't know when Petra did named as one of a new 7 wonders of the world. ما نعرفش طبعا امتى سموا بترا او ذكرت بترا طبعا في واحده من عجائب الدنيا السبعه. طبعا عندك بترا يا جماعه برضه نفس الفكره مع بترا مدينه موجوده في الاردن هتبقى اسمها was عشان مفرد was named لكن دي هنا غلط خالص لا was named was aware والتصريف الثالث. نمبر 8 هيبقى موجود عندنا في كتاب الطالب اهيت مكتوب ايه because of a last weekend floods in India a lot of houses destroyed. نفس الفكره مع في السؤال اللي فات اللي قبله. هنا عندك هنا هاوس بيوت جامعة هحط was aware والتصريف الثالث، لكن عشان هاوسز هتبقى were destroyed.
معاه were destroyed يعني دمرت. معاه نفس الجمله اللي انا قلت لك ايه حلها لي ان شاء الله بتاعت ايه بتاع الزلزال والبيوت في تركيا وكده، حلها لي برضه ان شاء الله في التعليقات. نمبر 9 9 جميل خالص بيقول لك ايه in the last 100 years اخر 100 سنه we lost more than 800 species فقدنا اكتر من 800 نوع او فصيل. خد بالك يا جماعه الجمله دي اكتف مبني المعلوم مش مجهول يا بطل، فانا عايز بس الماضي اللي على كلمه لوس عشان يا جماعه الجمله بادئه بوي نحن يعني مش مجهول. لوس لوست. في ناس قالك ايه وير لوست، لا غلط، احنا هنا يا جماعه وي نحن هو دي السبجكت الفاعل مش مفعول، فيا جماعه دي جمله اكتف مش باسيف. نحط لوست الماضي بتاع كلمه لوس لوست فقدنا عادي جدا. تمام. نمبر 10 كايرو تاور is designed by نعوم شبيب in 1956. طبعا مع برج القاهره تم تصميمه عن طريق ايه المهندس معروف يا جماعه نعوم شبيب. طبعا يا جماعه هنا كايرو تاور في الماضي طبعا اكيد من زمان جدا 1900 اهوت، واكيد في الماضي بقى was designed was aware والتصريف الثالث الباسم يا جماعه في الماضي. هنا احط was عشان خاطر هنا كايرو قاهره اللي هو طبعا برج القاهره واحد مفرد اهو برج يبقى was والتصريف الثالث كلمه ديزاين designed. الامور سهله خالص يا جماعه was aware والتصريف الثالث يا بطل، زي الفيديو اللي فات قلنا ايه is و are والتصريف الثالث لما كان في البريزنت، لكن النهارده في الباست was aware. طبعا يا جماعه اللي بيقدم لكم مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش يا جماعه، يا ريت يا جماعه تدعموني كده وتدعي دعوه حلوه في الكومنتات واي كلمه شكر يا جماعه، والله حاجه دي بتسعدني جدا جدا، ويا رب ايه تشيروا الفيديو عشان الرسول قال خير الناس انفعوا الناس. استنوني ان شاء الله يا جماعه في الفيديو القادم. شكرا يا شباب على المتابعه، سلام عليكم.